أهلا وسهلا بكم في الحلقة الخامسة من سلسلة حلها في ثواني. والنهاردة هنتعلم مع بعض إزاي نضرب أي عدد في 11 بمنتهى السهولة والبساطة. وعشان الفكرة تبان تعالوا ناخد مثال. طبعا كلنا عارفين إن أي عدد يتضرب في 11 بيتكتب زي ما هو، وليكن عايز أضرب 5 في 11 طبعا ب 55. دي سهلة وكلنا عارفينها. طيب لو حبيت أضرب رقم مكون من عددين وليكن 13 في 11، ممكن تفكر دي ممكن تاخد مني وقت كتير وان انا احلها في دقائق كتير وثواني كتيره. عايز اقول لك دايما خليك فاكر ان الرياضيات معانا ببساطه، ودايما الحلول معانا سهله وسريعه. بكتب الرقم الاولاني في الاول اللي هو 3، وبعد كده الواحد اكتبه هنا. طب واللي هنا اجمع الرقمين، 3 زائد 1 4، تبقى الاجابه 143. طيب ناخد مثال تاني. لو عايز اضرب 53 في 11، التلاتة تتكتب هنا والخمسة هنا واللي في النص مجموعهم 3 زائد 5 8. طيب أعمل إيه لو عدد مكون من رقمين ومجموعهم أكبر من 10؟ يعني تعالوا ناخد مثال. لو عايز أضرب 97 في 11، هكتب السبعة هنا مظبوط والتسعة هنا. 7 زائد 9 16 6. طب والواحد؟ الواحد يتضاف على التسعة، 1 و9 تبقى 10، تبقى الإجابة 1067. طيب لو عدد مكون من 3 أرقام نفس الفكرة. لو عايز أضرب 113 في 11، الرقم الأولاني يتكتب هنا والرقم الثاني هنا والأرقام اللي هنا أجمع. 3 زائد 1 4، 1 زائد 1 2، تبقى الإجابة 1243. ناخد مثال تاني عشان الفكرة توضح أكتر. لو عايز أضرب 367 في 11، السبعة تنزل هنا والتلاتة هنا والأرقام اللي في النص. 7 زائد 6 13، 3 وأحط 1 في دماغي. 6 زائد 3 9 و1 10، صفر وواحد يتضاف على التلاتة تبقى 4، تبقى الإجابة 4037. ناخد مثال تأكيدي ثالث. لو عايز أضرب 956 في 11، الستة مظبوط تتكتب هنا والتسعة هنا صح. 6 زائد 5 11، يبقى اكتب 1 ومعايا 1 في دماغي. 5 و9 14 و1 15، 5 ومعايا الواحد، 1 على التسعة 10، تبقى الإجابة 10516. طب لو عدد مكون من 4 أرقام نفس الكلام. لو عايز أضرب 1165 في 11، الرقم الأولاني 5 يتكتب، الرقم الاخير 1 يتكتب. يلا بينا نجمع. 5 زائد 6 11، 1 ومعايا 1 في دماغي. 6 و1 7 و1 8 و1 و1 2، تبقى الاجابه 12815. المثال اللي جاي ده ليكوا انتوا. لو عايز اضرب 397 في 11، تبقى الاجابه كام؟ اعمل لايك وفولو وشير لاصحابك عشان يستفادوا.